ما يجري في سوريا منذ أكثر من 11 عام جعلنا نقتنع ونعمل على الحوار ما بين السوريين وصولا إلى التفاهمات المرجوة كي يكون هناك هيئة سياسية تمثل كل السوريين بدون أي إقصاء. وبالتالي رأى مجلس سوريا الديمقراطي أهمية الحوار بين السوريين وصولا إلى هذا الأمر، لذلك بدأ منذ عام 2018 بمؤتمرات حول الحوار السوري، وكان هناك 3 لقاءات للحوار السوري في كوباني وفي عين عيسى. ثم انتقلنا إلى الحوار مع شتات المعارضة، وخاصة وأن القوى الوطنية الديمقراطية السورية ليس لها تمثيل فاعل حتى الآن، عبارة عن مجموعات صغيرة لا تمثيل لها مؤثر. لذلك انطلاقا من هذا الأمر انطلقت بتوجه مجلس سوريا الديمقراطي أو مسد كي تعمل على اللقاء والحوار مع السوريين، وخاصة بالتركيز على القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية. وتم مجموعة من اللقاءات التشاورية في أوروبا، وكانت هناك 6 لقاءات أو اجتماعات تشاورية ضمت أكثر من حوالي 350 شخصية ممثلي قوى وشخصيات وطنية ديمقراطية. الغاية هي فعلا عقد مؤتمر للقوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية المعارضة، لكن بظل هذا الواقع وبظل الواقع الكارثي السوري ما زلنا ضمن هذا الإطار نعمل من أجله كي يكون هناك قوة فاعلة مؤثرة في العمل السياسي السوري وبقاء الملف السوري على الطاولة. ونحن نعلم بأن هناك محاولات من قبل الدول الفاعلة والمؤثرة وخاصة الدول الإقليمية لتمييع القرارات الدولية للوصول إلى الحل السياسي في سوريا. نحن ما زلنا مقتنعين بأهمية هذا المشروع ونعمل من أجله، وحققنا نجاح حقيقة جيد إن لم نقل ممتاز، خاصة من خلال الرعاية الدولية. وبشكل أساسي تم تبني هذا المشروع من قبل الخارجية السويدي ومركز أولف بالمي السويدي، مركز أولف بالمي للسلام والديمقراطية. وعقدنا 3 لقاءات تشاورية، وسيكون هناك لقاء آخر في أوائل شباط من أجل عقد المؤتمر. بالتالي كانت هناك بعض الأسباب التي تمنعنا من التقدم الذي ننشده، من جهة الظروف السياسية التي تحيق بالبلد وعدم الاهتمام بالملف السوري من جهة، ومن جهة أخرى أيضا الكورونا التي كانت سبب بمنع اجتماع السوريين مع بعضهم البعض، يضاف إلى ممانعة بعض الدول من عقد هذا المؤتمر، وخاصة الدول التي لا مصلحة لها بإيجاد قوة سياسية سورية ديمقراطية. ليس هناك من معوقات حقيقية بوجه عقد هذا المؤتمر، لكن ذكرت أن هناك كانت ظروف تمنع الإسراع في عقد هذا المؤتمر. طبعا لا ننكر أن هناك ظروف ذاتية أو عوامل ذاتية لها علاقة في تشتت المعارضة السورية، وأهم باعتبار أنه ليس من هناك من حوار بين السوريين مسؤول للوصول إلى هذه التوافقات. وبالتالي كان دور مجلس سوريا الديمقراطي هو رافعة حقيقية بهذه الحوارات وصولا إلى عقد هذا المؤتمر. المعوقات الأساسية الذاتية يتم تجاوزها من خلال التواصل مع كل الهيئات والحركات السياسية، ويتم التعامل مع الجميع من دون أي إقصاء. ونحن منفتحين أصلا بالحوار مع الجميع بكل من هو مؤمن بأهمية الحل السياسي في سوريا، سواء كان كقوى أم مجموعات أم هيئات أم حتى شخصيات. لذلك أعتقد بأن المعوقات الذاتية تم تجاوزها الآن، ويتم تجاوزها رويدا. المعوقات الموضوعية أعتقد بأنها
أصبحت في المنسي، بالتالي الدعم الدولي أصبح أفضل بكثير من السابق، والرعاية الدولية والاهتمام بهذا الجانب أصبح أفضل، والسويد تتبنى هذا المشروع على أرضها وبرعايتها، مع حضور أهم الدول المعنية بالملف السوري، وعلى رأسها أمريكا، بريطانيا، فرنسا. إذن التحالف الدولي عمليا الموجود في المنطقة هو يرعى أو يهتم بهذا المؤتمر، وبالتالي المسألة مسألة وقت وزمن لإنضاج هذه الرؤية التي ننشدها كسوريين مع بعضنا البعض وصولا إلى عقد المؤتمر إن شاء الله سيكون قريبا. نحن لدينا اللقاء الرابع في ستوكهولم في 4 و5 شباط. سيتم أحد البنود الأساسية هو حول عقد المؤتمر، المشاركين في المؤتمر، زمن عقد المؤتمر. ما زلنا بكل تواضع نقول أن مجلس سوريا الديمقراطي هو الرافعة الحقيقية لعقد هذا المؤتمر، وأعتقد أنجزنا قسم كبير من الوثائق المهمة بهذا الموضوع بالتشارك مع القوى الأخرى والشخصيات الأخرى، وأيضا أصبحت لدينا فكرة عن أهم المواضيع التي يجب النقاش والتوافق عليها. بالتالي أصبحت مسألة تحديد ما يناسب الجميع من وقت، وبعض القضايا التي لم يتم التوافق عليها حتى الآن. لذلك أعتقد بأن وقت هذا المؤتمر سيكون قبل الصيف القادم بإذنه تعالى. نأمل أن يتم تحقيق ذلك، وهو إنشاء أو محاولة تشكيل هيئة سياسية خاصة تمثل الوطنيين الديمقراطيين المعارضين والمؤمنة بالحل السياسي السوري وفق القرارات الدولية 2254، والجميع متفقين على ذلك. وأصبح مجموع الشخصيات والقوى، ممثلي القوى، أكثر من 500 شخصية ضمن الحوارات التي التقينا من أجلها. وطبعا أود هنا أن أقول بأن اللقاءات التشاورية في ستوكهولم الثلاث والآن الرابع، بكل لقاء لا يقل عن 50 شخصية مشاركين، سواء كان فيزيائيا أم من خلال الزوم. وبالتالي سيكون اللقاء القادم لوضع اللمسات الأخيرة من أجل عقد المؤتمر المنشود، وكما ذكرت أعتقد أنه سيكون قبل قدوم الصيف القادم.